طاجن ورق العنب باللحمة ازاي يطلع معاكي لونه فاتح والرز كده مفلفل ولونه احمر من جوه، وازاي كمان هنحط عليه اضافة هتخلي طعمه جميل جدا. ولو انت اول مرة تعملي محشي ورق العنب وقلقانة انه ما يطلعش معاكي مظبوط او ان هو يفك منك، شوفي الفيديو ده للاخر وان شاء الله هتطلعي منه استاذة في لف ورق العنب وفي طعمه كمان. نسمي الله ونبدأ الوصفة. اول حاجة عشان ورق العنب يطلع معاكي مظبوط لازم تختاريه صح، يكون لونه اخضر فاتح وما يكونش ناشف، يكون طري وما يكونش فيه ورق متبهدل ولا حاجة. وهتاخديه كده بنفس الرصة بتاعته تحت الحنفية تغسليه كويس، وبعد كده هتبدأي تسلقيه لحد ما لونه يتغير بالشكل دوت، ومش هنحطه كتير في المية المغلية علشان ما يتهريش. بعد كده نبدأ نحضر الحشوة. أول حاجة هنحط حلة على النار وهنحط فيها معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت، وهنزل عليهم ببصلتين كبار مبشورين. أنا بحب البصل يكون مبشور في المحاشي عامة، بيدي طعم مختلف. بعد كده بقى الإضافة اللي هتخلي طاجن ورق العنب في حتة تانية وبجد هيخليه طعمه تحفة، خصوصا لما نعمله في الطاجن الفخار، هي حتة من اللية. لو عندك ليا في التلاجة لسه باقية من العيد ضيفيها على طاجن ورق العنب بتديله طعم خرافة. هسيب بقى هنا كده اللية تسيح مع البصل لحد ما لونه يصفر بس مش هياخد لون. بعد كده هحط عليهم معلقتين كبار من الصلصة المعلبة. والصلصة هنا يا بنات بتعزز الطعم واللون، وده سر من أسرار المحشي. البنات اللي بتشتكي إن المحاشي عامة بتطلع معاها لونها فاتح مهما زودت عصير الطماطم، عشان بتكتفي بالطماطم بس ومش بتزود معلقة من الصلصة. الصلصة هنا بتعزز الطعم واللون وبتفرق جدا في المحشي. مجرد بقى ما الصلصة تغلي هحط هنا البهارات، معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة من البابريكا ورشة كمان من الشطة حسب الرغبة. ودي البهارات الأساسية في المحشي. أنا بزود عليها كمان رشة من القرفة ومعلقة صغيرة من بهارات المحشي، وكمان طبعا معلقة صغيرة من، أنا زودت كمان رشة من القرفة بحبها جدا في المحشي، ورشة طبعا من السكر. وتعودي اللي انتي في جميع الأكلات بتاعتك أي حاجة فيها صلصة تزودي رشة من السكر علشان المزازة والحموضة بتاعة الصلصة. البهارات الأساسية زي ما قلت لك ملح وفلفل أسود وشطة وبابريكا، لكن أنا هنا بزود رشة من القرفة ورشة كمان من بهارات المحشي. جربيها على طريقتي هتفرق جدا في الخلطة. هسيب بقى هنا الصلصة تغلي وابتدي اجهز الخضرة. الخضر هنا 3 انواع، كزبرة وبقدونس وشبت. والشبت بحب اكتره شوية. في ناس بتقول لي الخضرة هي نوعين، الكزبرة بس، والشبت مش بتستخدم البقدونس بس. الحقيقة انا بستخدم التلاتة طريقة تقليدية. ال3 انواع دول من الخضرة هم اللي انا بستخدمهم. هقطعها بقى بالمقص او هقطعها بالسكينه. بعد كده غسلت الرز هنا رز مصري، ربع ورق العنب قصاده ربع من الرز، ونص ورق العنب قصاده نص كيلو من الرز المصري. بتغسليه كويس وبتصفيه، مهم جدا تصفيه من الميه. نزلت عليه بقى كده بالخلطه. بصوا الخلطه تقيله ازاي ما شاء الله، بتسيبيها كده لحد ما تتقل معاكي، وهقلبها كويس جدا بالرز. انا كمان ساعات بحط الرز كمان على النار ياخد كده مع الصلصه دقيقه واحده بس، يعني هو مش بيشرب من الصلصه لكن بقلبه على النار. ضفت بعد كده هوت الخضرة، وكمان مهم جدا التكاية ديت بصلاية صغيرة مبشورة نية. يعني البصلتين اللي احنا حمرناهم او اللي احنا كده اديناهم لون مع كمان البصلة النية دي بتفرق جدا في الطعم. هركن بقى هنا كده المحشي بتاعي، مش هحشيه لحد ما ابتدي اللي انا اجهز اللحمة. اللحمة هنا عندي لحمة ستيكي جبت جريل وحطيت عليه قطعة من الزبدة ومعلقتين من الزيت، ومجرد ما يبدأوا ان هما يسخنوا هنزل عليهم بشرايح اللحمة. وانا هنا استخدمت الزبدة مع الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. طبعا تقدروا تستبدلوها بمعلقة كبيرة من السمنة، لكن الزبدة هنا بتعزز الطعم وبتخلي كده اللحمة جوسي وبتخليها تستوي بسرعة. ومجرد بقى انها تاخد اللون من تحت هبتدي ان انا اقلبها على الناحية التانية وابهرها برشة من الملح ومن الفلفل الاسود وكمان رشة من بهارات اللحمة، وفي الاخر خالص رشة من دبس الرمان بيفرق جدا في الطعم وبيديله كده مزازة حلوة. بعد كده نبتدي اللي احنا نجهز الخضار اللي هنحطه في القاع من تحت في الطاجن. الخضار ده بيحمي ورق العنب من ان هو يتلسوع، وكمان بيدي طعم حلو جدا. وعايزه اقولك ان هو بيبقى شارب بقى من ورق العنب ومن اللحمه وبيتاكل كده قبل ورق العنب. هاخد بقى هنا الطاجن اللي انا هشتغل فيه واحط فيه كده كام ورقه من ورق العنب قبل ما ابتدي اللي انا احشيه. بشيل كده كام ورقه وبرصهم من تحت. بعد كده ببتدي اللي انا ارص الخضار اللي هو البطاطس والطماطم. عايزه تزودي كمان بصله تقطعيها شرايح مفيش مشكله برضو بتدي طعم حلو. وبعد كده هحط فوقيهم اللحمه. ومش هبتدي بقى اللي انا ارص ورق العنب الا ما اخلص خالص الحشو بتاعه. يعني انا مش هحشي واحده واحطها، لا، بخلص الحشو كله وبحطه على صينيه. بعد كده ببتدي اللي انا ارصه في الطاجن.
نيجي هنا بقى للحشو، واهم حاجة البنات بتتلخبط فيه وبيطلع كده معاها الرز بيطلع من بره او بتحشيه بالطريقة الغلط. انا هنا بمسك الورقة الخشنة بتبقى من تحت والحتة الناعمة او اللمعة بتبقى من فوق، وبحط كده شوية من الرز على الحرف وابتدي اللي انا اقفل الفها بسيط، واخد الجوانب معايا واكمل بقية اللفة يطلع معايا بقى بالشكل دوت. هنعمل كمان واحدة كمان، هشيل كده العنقود دوت، وبعد كده هاخد الناحية اللمعة دي هخليها من فوق والخشنة من تحت، وشوية من الرز كده على الوش وهديها لفة. وكمان هلف هنا الجوانب، طول ما انت بتشتغلي بقى هتاخدي الجوانب كده معاكي، وبعد كده تديها لفة بإيدك. دي بتبقى أسهل طريقة للف ورق العنب، من غير بقى من اللي أنا أحطه على صينية أو أستخدم كيس أو أي حاجة. مهم بقى واحنا بنلف ورق العنب ان احنا نضغط عليه كده ضغطة بسيطة، علشان الرز والحشوة ما تطلعش بره. الضغطة دي بتخلي كده الحشوة تبقى مكتومة كده في الورق العنب، وما تخليهوش يطلع بره. يطلع معاكي بقى ما شاء الله مظبوط ومفيش اي رز طالع بره ولا اي حاجه. خلصت هنا بقى كل الحشوه، هبتدي اللي انا ارصها. انا برصه كده بالطريقه دي، بحط 5 6 كده من على الحروف، يعني من كل جانب كده هو بحط شويه، وفي الاخر خالص بحط في النص بكمل بقيه الرص بالشكل ده. الشكل دوت كده بيديكي شكل نهائي حلو جدا في الاخر. تقدري طبعا تلفيها بالشكل اللي انت عايزاه، ممكن اللي انت تعمليه كده دايره زي ما انت حابه، لكن انت هتشوفي بقى في الاخر الشكل طالع معاكي عامل ازاي. هخلص بقى كل الكمية اللي عندي، وفي الوقت دوت انا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية، على درجة حرارة 200. طريقة التسوية بتاعته اللي انا بحط الطاجن من تحت الاول لحد ما بتيجي المية بتاعته تغلي، وبعد كده هو هحطه في الرف اللي في النص، هوطي الحرارة على درجة حرارة 180، واحطه في الرف اللي في النص لحد ما يتشرب. نفس فكرة الحلة، يعني احنا في الحلة بنحط المحشي على درجة حرارة عالية لحد ما يبتدي الشوربة او المية بتاعته تغلي، وبعد كده بوطي عليه او بحطه تحت الشياطة. دي نفس فكرة التسوية بتاعته. بصوا بقى انا هنا خلصت الكمية والشكل بتاعه ما شاء الله طلع معايا تحفة زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى هنا للشوربة. انا حطيت هنا مجين من الشوربة، وحزودت عليهم معلقة صغيرة من الصلصة، ورشة كده من الفلفل الاسود. بس كده خلي بالكوا الطاجن مش بياخد او الحله بتاعت ورق العنب مش بتاخد الميه بتاعتها لحد الاخر، يعني بنسيب كده الصف اللي في الاخر من غير ميه، وهو لما الميه بتاعته تغلى الصف اللي في الاخر ده هيستوي. لان انت لو غطيتي ورق العنب للاخر هيطلع معاكي في الاخر معجن. نجيب بقى شرايح الليمون، وفي الاخر كمان كده كام ورقه من ورق العنب، ونحطه في الفرن زي ما قلت لكم طريقه التسويه بتاعته. هيطلع بقى معاكي بالشكل ده. بصوا بقى فتحت عليه، عايزه اقولك الريحه ما شاء الله، وطبعا هو سخن مولع. تخلي بالك بقى لان الفخار بيحتفظ درجه الحراره وبيبقى سخن عالي جدا. نيجي بقى كده نقلبه نسمي الله، وطبعا هو سخن ما قدرتش ان انا امسكه، فعشان كده لابسه الجوانتي دوت. وهتطبطبي كده عليه من تحت عشان ينزل معاكي. بسم الله. بصوا بقى الشكل عامل ازاي ما شاء الله جميل جدا. حابه بقى تقدميه زي ما انت، زي ما هو كده زي ما انت عايزه. عايزه بقى تشيلي كده الخضار تحطيه في طبق جانبي اللي حابب ياكل منه زي ما انت حابه. بصوا بقى هفتح معاكم واحده، شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ الرز مفلفل كده ما شاء الله ولونه احمر، ومفيش ولا رزايه طالعه بره. بجد الطريقه دي اعتمديها هتحبيها جدا وتشرفك قدام ضيوفك. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش كده في اللايك وفي دعوه حلوه، وربنا يحسن ما بين ايديكم.